السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها next permutation. permutation دي عبارة عن زي ما بيقول هنا a permutation of an array of integers is an arrangement of its members into a sequence or linear order. permutation يعني ترتيبة معينة لشوية elements. طيب هل الترتيبة دي بتكون بأي شكل؟ لا، أصغر permutation لشوية أرقام هي الترتيبة اللي تديني أقل قيمة. يعني الترتيبة للعناصر 1 2 3 أصغر ترتيبة خالص 1 2 3. طيب اللي بعدها هتبقى 1 3 2، اللي بعدها هتبقى 2 1 3، وهكذا لغاية أقصى حاجة أو أقصى permutation هتدينا value كبيرة تبقى 3 2 1. فأصغر واحدة بيبقى ترتيب الأرقام دي من الصغير للكبير، أكبر permutation من الكبير للصغير، وما بينهم البرميوتيشنز الوسطيه. يعني ما بينهم هو عايز هنا ايه؟ عايزنا لما يديلنا permutation معينه نديله او نرجع له البرميوتيشن اللي بعدها على طول. يعني مثلا مدينا هنا 1 2 3 فنرجع له 1 3 2 لان دي البرميوتيشن اللي بعدها على طول. طب مدينا 2 3 1 نرجع له البرميوتيشن اللي بعدها اللي هي 3 1 2. طب مدينا اقصى permutation، لا نرجع له بقى البرميوتيشن اللي بعدها اللي هي اول permutation خالص، وكاننا مكملينها دايره كامله كده. تمام، لان دي كده اقصى permutation فنقوم مرجعين له اصغر permutation تاني. وطبعا الريبليسمنت هنا او التعديلات اللي احنا هنعملها هتبقى ان بليس، معناها الاري اللي هيديها لي هنعمل فيها التعديلات جواها بدون ما نعمل اري اضافيه. ومدينا شويه اكزامبلز شرحها نفس اللي احنا قلناها هنا دلوقتي. والكونسترينتس النمز دوت لينث من 1 ل 100 والنمز اوف اي من 0 ل 100. الحل هيكون عامل ازاي؟ الالجوريثم ماشي ازاي؟ هي عباره عن 3 خطوات اساسيه، انا مرتبهم هنا 1 2 3. اول خطوه هنمشي من اليمين باندكس اسمه الاي دي، هندور بيها على اول 2 elements ورا بعض بحيث بيحققوا الشرط ده اللي هو نمز اوف اي اقل من نمز اوف اي زائد 1. بمعنى هنمثلها على array بحيث المثال يبان اوضح. 3 1 5 6 مثلا 4 5 2 حاجه زي كده. هندور على اول بير، الرقم اللي على الشمال اصغر من الرقم اللي على اليمين. تمام، هنشوف الاثنين دول اللي على الشمال اصغر من اللي على اليمين. لا، طب نرجع خطوه، البير دول اللي على الشمال اصغر من اللي على اليمين. يبقى دي كده بقت يبقى كده اي او نمز اوف اي هتساوي 4. واحنا هنسجل الاندكس نفسه، بس انا بقول يعني نمز اوف اي تساوي 4 للتوضيح، بس احنا هنحتاج الاي نفسها مش النمز اوف اي. تمام، طيب دي اول خطوه. هنمثلها ككود ازاي؟ هنسجل الاول النمز دوت لينث فاريبل اسمه ان لسهوله الحسابات، وهنقول ان الاي بتساوي ان ناقص 2. اشمعنى ان ناقص 2؟ ما ينفعش اقول ان لان اي اندكس في array بيبقى اقصى قيمه له ان ناقص 1، فان هتديني اوت اوف باوندز. طيب ليه ما ينفعش ان ناقص 1؟ لان انا حاطط في الكونديشن هنا اي بلس الواحد اهو، نمز اوف اي ونمز اوف اي بلس 1، فما ينفعش ان ماينس 1 لان لو عملت لها زائد 1 هتديني اندكس ان وهيكون برضو اوت اوف باوند. فلازم اخليها ان ناقص 2 بحيث اعرف امثل بيه البير دول اول بير همثله، وهيبقى بعدهم مثلا دول بعدهم دول بعدهم دول وهكذا. ماشي، وهقول له وايل النمز اوف اي اكبر من او يساوي النمز اوف اي بلس ال1. يعني ايه؟ يعني طول ما اللي على الشمال اكبر من اللي على اليمين امشي شمال، لان انا بادئ من اليمين بالاي، فامشي شمال دي يعني اي ماينس ماينس، فانا هفضل امشي شمال لغايه ما الكونديشن دي تتحقق. الكونديشن دي لسه ما اتحققتش، فانا بقول له طول ما الكونديشن اللي عكسها متحققه. الكونديشن اللي عكسها اللي هي ايه؟ مش نمز اوف اي اقل من نمز اوف اي بلس 1، لا نمز اوف اي اكبر من او يساوي النمز اوف اي بلس 1. طول ما دي متحققه امشي شمال. اول ما دي ما تتحققش فاوتوماتيك دي هتتحقق، وده اللي انا عايزه. انا عايز اول اي عندها الكونديشن دي تتحقق، فاول اي الكونديشن دي هتتحقق عندها هتكون الاي اللي عندها الوايل لوب دي هتقوم مكسوره او هتوقف عنها. وحاطط معاها برضو كونديشن تانية ان الاي اكبر من او يساوي الزيرو عشان ما نطلعش اوت اوف باوندز، لان ممكن عادي نطلع اوت اوف باوندز لو الكونديشن دي فضلت مكمله للاخر. وفي حالات برضو ممكن الاي تطلع فيها بسالب 1. امتى؟ حاله مثلا زي دي، لو ادانا اكبر permutation اللي هي 3 2 1 وجيت انفذ الكونديشن دي هلاقي الاي في الاخر طلعت معايا بسالب 1. ليه؟ لان الكونديشن دي دايما متحققه، دايما اللي على الشمال اكبر من اللي على اليمين، فبالتالي الاي هتطلع معايا بسالب 1. فما دام الاي طلعت معايا بسالب 1 مش هنفذ الحته دي بقى، او منفذ الحته دي على طول لما نوصل لها نشرح. طيب
تاني خطوه من اليمين برضو بس باندكس اسمه جي، عايزين نشوف اول رقم بيحقق الكونديشن دي. اول رقم بيحقق الكونديشن نمز اوف اي اقل من نمز اوف جي، يعني عايزين نلاقي من اليمين اول رقم اكبر من النمز اوف اي. طبعا نعملها ازاي؟ جوه الكونديشن دي زي ما قلنا ضامنين بس ان الاي اكبر من او يساوي 0، انها ما طلعتش بسالب 1، يعني هنقول ان الجي بتساوي ان ناقص 1. وهنا قلنا ان ناقص 1 مش ان ناقص 2، لان مش حاطين هنا j بلس ال1 زي ما كنا عاملين مع الار، فقاعدين نحطها j بتساوي لان ماينس 1. وايل الكونديشن العكس دي، وايل الكونديشن دي بترو، امشي شمال او اعمل j ماينس ماينس، فهيفضل يمشي شمال لغايه لما الكونديشن دي اول لفه مش هتتحقق فيها او هتكون فيها فولس اوتوماتيك، دي هتبقى بترو. اول لفه دي هتبقى فيها بفولس، دي على طول هتبقى فيها بترو، وده اللي احنا عايزينه. فاللفه اللي عندها دي هتبقى بترو، هيكون هنا الجي حققت او جابت لي القيمه اللي انا عايزها، اللي هو اول رقم اكبر من الاي، من النمز اوف اي. طيب احنا بقى عندنا دلوقتي اندكس اي واندكس جي، هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل فيهم حاجتين. اولا هنعمل سواب، دي طريقه السوابنج في الجافا سكريبت، هنعمل سواب بين النمز اوف اي والنمز اوف جي بالشكل ده. تمام. طيب لسه في خطوه ثالثه ودي ثابته، سواء الاندكس اوف اي طلع بسالب 1 او 0 او خلافه. هنشوف من عند الاي بلس ال1 لغايه اخر الاري هنعمل لهم ريفرس. انا كاتب هنا سواب، هي المفروض ريفرس the rest of the array starting from i plus 1، يعني من اول i plus 1 لغايه اخر الاري اعكس كل الاليمنتس، يعني الاخير هاتوا مكان الاولاني وقبل الاخير هاتوا مكان اللي بعد الاولاني وهكذا. هنبدا هنا هنحط مثلا index left بيساوي i plus 1 والرايت بان ماينس 1 والليفت اقل من الرايت، دي الكونديشن بتاعتنا. وهنعمل ليفت بلس بلس ورايت ماينس ماينس، لان الليفت بيتحرك ناحيه اليمين فهيبقى بلس بلس، والرايت بيتحرك ناحيه الشمال يبقى ماينس ماينس. وفي كل لفه الايتم اللي عند الليفت اندكس والايتم اللي عند الرايت اندكس اعكسهم مع بعض او اعمل لهم سواب، يعني زي ما كنت بعمل. وبس دي كل الالجوريثم كلها. طبعا هي كفكره ممكن ما تجيش في بال حد قوي، وهي ما جاتش في بالي انا، بس بشويه سيرش شفت الالجوريثم شغاله ازاي وحاولت انفذها مع نفسي ككود وطلعت مظبوطه الحمد لله. لو جينا نجرب نعمل سبميت بيتس 100%. فبس كده، شكرا.